معاكم عصام المصري. هندرس مع بعض مادتي Political Science والمانجمنت. طبعا انا بكلم الفرقه الاولى تجاره انجلش جامعه حلوان. الترم الاول هندرس فيه مادتي Political Science والمانجمنت، ومادتين زي ما ناس كتير بيسموهم يعني theoretical، لكن انت محتاج انك انت تكون متابع ستيب باي ستيب بيت باي بيت كده مع دكتور المدرج، او حتى لو انت هتذاكر تعمل ده او تتابع معانا، يعني it's your call. المادتين محتاجين انك انت تكون اكتر مهتم بالديتيلز او تفاصيل، لان الدكاتره في المادتين للاسف يعني كان دكتور ماجد بطرس قبل كده، او دكتور عبير الغندور السنه دي في بوليتيكال ساينس، او دكتور متولي السيد او بنته السنه دي الدكتوره دينا متولي، بيهتموا اكتر بالتفاصيل وبيخشوا اكتر جوه تفاصيل الماده. طيب نتكلم على المادتين كده ان بريف. يعني البوليتيكال ساينس دكتوره عبير بدات الشغل بتاعها في الكتاب، طبعا هي مش اغلب الوقت تخش المدرج والناس اللي بتحضر عارفه الكلام ده، لكن الكتاب بدأ بتعريف ايه هي political science وايه الديفرنشيشن between political science و politics. لو اتكلمت على البوليتكس هو مفهوم او definition عادي جدا موجود في كل حياتنا اليوميه، daily activities. يعني حتى your dad and your mom بيمارسوا البوليتكس all time مع بعض، طبعا انت فاهم انا اقصد ايه، يعني بيمارسوها في الايكونوميكال activities، political social activities طول الوقت، دي البوليتكس. لكن لما اتكلم على political science as a science، political science هي branch من السوشيال ستاديز او من السوشيال ساينسز اللي هي العلوم الاجتماعيه. طبعا هي بدات بالفلسفه اللي هي philosophy، ثم اندرج منها مين؟ البوليتيكال ساينس والايكونومي وهكذا. طبعا البوليتيكال ساينس لما اجي اخش في تفاصيلها هتكلم على انظمه الحكم ان كانت ديموكراسي او ديكتاتورشيب، ايه الفرق بين الديمقراطيه والديكتاتوريه. جوه الديمقراطيه او جوه الديكتاتوريه ايه هي الجفرننج سيستمز او ايه هي الانظمه الحاكمه. طبعا الانظمه الحاكمه متعدده داخل النظامين، هتكلم على البريزيدنشال سيستم النظام الرئاسي، او parliamentary system او semi presidential system. الثلاث انظمه دول موجودين في اغلب دول العالم ايا كان النظام ده ديكتاتورشيب او ديموكراسي، ولازم نبقى فاهمين جوه النظام بيشتغل ازاي. يعني بريزيدنشال مثلا انا بعمل النظام ده ازاي او بيشتغل ازاي، how it works. يعني بيشتغل ان انا بيحصل elections ما بين الناس people داخل المجتمع population الموجودين all over the country، يعني بعمل elections، وعن طريق elections بيحصل voting، الناس بيعملوا voting عشان انا elect president في presidential system هو اللي بيعمل appointment او تعيين للبرايم مينستر، البرايم مينستر بيجيب الكابينت بتاعه وهكذا بقيه الاجراءات. طيب بالنسبه للسلطه الثانيه، لان انا عندي 3 سلطات كده، انا خلصت السلطه التنفيذيه. السلطه الثانيه اللي هي السلطه التشريعيه او بسميها legislative authority. السلطه التشريعيه دي بتيجي منين؟ برضو عن طريق الالكشن. بعمل الكشن لمين؟ البارلمنت. برضو مين اللي بيعمل ده؟ الفوتنج، البيبل او البوبوليشن اللي موجودين داخل المجتمع. بالنسبه للسلطه القضائيه في بعض الدول بتعمل ابوينتمنت، في بعض الدول بتعمل الكشن، يعني في بعض الدول بتعمل تعيين لده، في بعض الدول بتعمل انتخابات للقضاة. تمام؟ طيب ده فيما يخص البوليتيكال ساينس. طبعا هو الكلام فيه تفصيل كبير، لكن احنا عايزين ناخد فكره بسيطه كده وسريعه عن الماده. فيما يخص المانجمنت دكتور دينا متولي، طبعا زي ما عرفتوا من كل زمايلكم الدفعات الكبيره ان هي دكتوره جديده، لانها متمكنه جدا من مادتها وشاطره جدا في مادتها، فمحتاجه منك حضرتك كطالب انك تكون مركز معاها في المدرج، او لو مش مركز في المدرج تكون متابع مادتها ستيب باي ستيب بيت باي بيت، عشان لما تخش في تفاصيل جوه الماده، عشان لما تخش في تفاصيل جوه الماده تسالك تعرف تجاوب وانت فاهم. فالمانجمنت اللي هي الاداره، يعني لما اجي اتكلم عن المانجمنت، ايه هي المانجمنت؟ هي بروسيس او عمليه بيتم فيها مانجنج للبيبل والماشينز مع بعض. يعني بعمل الاثنين مع بعض، الحاجتين مع بعض، مانجنج للبيبل والماشينز، وفي عندي كمان السورسز والماتيريال اللي موجوده جوه المانجمنت. انا بعمل مانجنج للبيبل والسورسز. لما بعمل مانجنج للبيبل والسورسز لازم يكون في عندي هيراركي سيستم او نظام هرمي. النظام الهرمي ده بيعلو في قمته اللي هي التوب مانجمنت او التوب مانجرز، and then الميدل مانجرز، and then الفيرست لاين مانجرز. وكل واحد من دول او كل فرع من الثلاثه دول اللي هم بسميهم الفانكشنز بتاعت المانجرز داخل اي هيراركي سيستم او نظام هرمي، كل واحد فيهم ليه فانكشنز او جوبز بيعملها جوه الايه؟ الاورجانيزيشن. ده ان بريف طبعا باختصار، مش مخل قوي، لكن انا بديك فكره سريعه عن الماده وعشان نعرف بعض اكتر. فنشوفكم في فيديوهات تانية لاحقا.